السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا فيديو جديد النهاردة، طريقة عمل بسكوت المكنة، بسكوت العيد يا جماعة، بسكوت الجميل اللي بالبرتقال، بسكوت اللي بنجيبه من المحلات الغالية جدا. انت ممكن تعمليه في البيت بكل سهولة. طبعا تعالوا كده نشوف مع بعض الجمال والحلاوة. ايه الجمال ده، ايه الشياكة دي، احلى بسكوت هتشوفيه مع نفسك في البيت وتفرحي اولادك. ده غير ريحته في البيت تبقى ريحة فظيعة. وتعملي كمان هنا اهو بالكاكاو، الولاد هيبسطوا خالص منه، واشكال كمان وحاجات حلوة. هتشوفي معايا الطريقة، خليكي معايا شوف الطريقة واحدة واحدة. تعالوا نبدأ بسم الله ونقول المقادير بتاعتنا. عبارة عن كوباية ونص سمنة معايا اهو. اول حاجة الكوباية بتاعتي، طبعا ديت كانت سمنة جاية عادي من البرطمان من علبة السمنة، وانا حطيتها جمدت في التلاجة. وبعدين انزل بكوباية ونص سكر، نفس الكوباية اللي عيرت بيها السمنة اعير بيها السكر البودر. سكر البودر انا بجيبه في البيت عادي، السكر بتاعنا العادي واطحنه. عايزة انت تجيبيه مطحون من بره هاتيه عادي، مفيش اي مشاكل، بس لو طحنتيه هيأدي نفس الغرض. كده نزلت كل كمية السكر بتاعتي. اضرب بقى، عندك عجان تشتغلي بيه، عندك مضرب كهربائي اشتغلي بيه، مفيش لا ده ولا ده اشتغلي عادي بالمضرب اليدوي، هو مضرب البيض اليدوي هيأدي نفس الغرض. اما ده مش ده ولا ده، عادي بالمعلقة العادية او بايدك واخفقيهم زي ايام زمان. ده كده هنا بعد ما ضربت شويه هنا كده بالعجان بتاعي، هنزل بقى بربع كوبايه زيت، او مش ربع كوبايه، 5 معالق براحتك. عايزه تعايري بنفس الكوبايه عايري، عايزه تعايري 5 معالق زيت عادي بالمعلقه العاديه بتاعت الاكل عايري. وبعدين نشغل تاني. طبعا لازم نضرب فيه عند لما تفتحي النار هيبقى لونها فاتح، عشان اقدر بعد كده انزل بالمكون اللي بعد كده. المرحلة دي بقى هي دي اللي أنا عايزاها. شايفين عاملة إزاي بيضت سمنة مع ضربها مع البيض مع السكر البودر، بيض خالص زي ما انتم شايفين كده. طب بعدين أعمل إيه بعد كده؟ أنزل بقى بالبيض بتاعي. عندي كام بيضة؟ 3 بيضات. يبقى إحنا قلنا أول حاجة خالص كوباية ونص سمنة، كوباية ونص سكر بودر، ضربتهم مع بعض لما وصلوا للون اللي انتوا شايفينه ده، وربع كوباية زيت اللي هم 5 معالق زيت. أنزل بقى بالبيض، بيضة بيضة، وكل بيضة تنزلي بيها حط معاها كيس فانيليا، او لو عندك فانيليا سايبه عادي اللي هي السايله دي عادي مفيش اي مشاكل. وبعدين نضرب لحد لما تختفي اول بيضه، وننزل بالبيضه التانية ومعاها كيس الفانيليا بتاعها. البيضه التانية معاها برضو نفس الكلام، ايه الفانيليا ده تبع ده على طول علشان ما تنسيش. البيضه التالتة كده بقى المرحلة اللي أنا وصلت لها بعد ما عملت خفقت البيض فوق السمنة والسكر. تعالوا بقى كده ننزل بربع كوباية من اللبن. ما عندكيش لبن اللي هو الحليب يعني، ما عندكيش الحليب ممكن تستغنى عنه وتحطي ربع كوباية مية. وده كده نهاية السوائل اللي عندي. عندي كيس كامل من البيكنج باودر اهو، هنزل بيه كامل اهو. وبعدين انزل بقى بكمية الدقيق اللي عندي، بس قبل ما انزل بكمية الدقيق انزل بمعلقتين من جوز الهند.
براحتك، عايزة تستغني عنهم استغني، دولت اختياري يعني. عايزة تحطي مكانهم معلقتين على اللي هو التلج حطي، عايزة تحطي معلقتين بشر برتقال برضه حطي، حسب دي نكهة ودي نكهة اختيارية، براحتك حطي اللي انت بتحبيه. انا هنا حطيت معلقتين جوز هند، وبعد كده هنزل عندي بكيلو دقيق. انزل بقى بكيلو الدقيق اللي عندي، طبعا انا نازله بالكيلو الدقيق مره واحده، يعني ان شاء الله باذن الله مقدرنا مظبوط. هنضيف بقى معلقتين كمان رميتين كده من الكاستر، ولو ما عندكيش كاستر معلقتين مش عادي، وده عشان ينعم البسكوته وخليها دايبه كده. هنا في المرحله دي بس احنا هنعمل ايه، يا دوب بس احنا نلم الحاجه مع بعضها، لكن مش هنعجن، مش عجن يا جماعه، بالراحه جدا على العجينه لان ده اسمه بسكوت. هو ده كده بقى شكل العجين بعد ما لميته بكف العجان. طيب شايفين عامل ازاي؟ العجينه جميله وملمسها طري وجميل وبرده متماسكه، لانها طبعا ده شغل كله هيتحط في المكنه البسكوت، ده غير القمع لان دي مقادير المكنه مش مقادير القمع. طيب يا حلوين، احنا دلوقتي انا ممكن اعجن من غير العجان، اعجن بصوابع ازاي كده، تعجني كده يا دوب تلم العجين، مش عجن كده كده يتلم كده بالايد. محدش يعجن يا جماعة العجن عشان ما يطلعش الجلوتين اللي داخل الدقيق ويقلب معاكي ويعمل عرق. خلاص تعالوا بقى نبدأ نشكل ونشوف التشكيل هيكون ازاي، ونشوف نختبر الأول اتنين في الفرن ونشوفهم عاملين ازاي، وبعدين نشتغل مع بعض باقي الكمية. نبدأ بقى بسم الله، نشغل المكنة بتاعتنا ونشوف الوش اللي انت بتحبيه واشتغلي عليه. طيب هنشوف كده، نبدأ كده واحدة واحدة. شايفين هنا قطعت مني، وكانت هنا واحدة صغيرة واحدة كبيرة، خلاص لا انا هشيل دي، ممكن اسويها بالسكينة عادي خالص، اسوي بالسكينة عادي مفيش اي مشاكل. دي حاسينها صغيرة شوية بلاش منها. طيب افرض وانت شغالة آه العجينة قطعت معاكي، تعملي ايه؟ لو لقيت العجينة بتقطع كده معاكي وهي نازلة من المكنة، معنى كده ان هي محتاجة منك معلقتين بس سوائل. حطي بقى، عايز تحطيهم حليب حطيهم، عايز تحطيهم مية حطيهم، عايزة لو انت عاملاها بالبرتقال تحطي معلقتين عصير برتقال عادي مفيش اي مشاكل، هتلاقي العجينة ظبطت معاكي وزي الفل. هكمل باقي الكمية وهسويها واوريكم، وهقول لكم كمان طلعت معايا قد ايه كحك، قد ايه بسكوت ان شاء الله. هنا بعد ما اختبرت العجين بتاعي عشان اشوف كل حاجه مظبوطه ولا لا، طبعا اهو شايفين البسكوته عامله ازاي، شايفين جميله جدا هشه بتفري، ده عن دليل ايه ان المقادير بتاعتي مظبوطه 100%، مفيهاش اي مشاكل، جميله جدا مفيهاش اي حاجه. طيب افرض طلعتيها ولقيتي الرسمه بتاعتك ديت ساحت شويه وراحت منك، احط لها معلقه دقيق للكيلو. طيب لقيتيها لا ناشفه منك شويه، مش بتفري كده زي دي كده، طب امال اعمل فيها ايه؟ يعني لقيتها معضمه كده شويه، في الحاله دي بتحط لها معلقه سمن، بتلفي بيها العجين على بعض، وبتشتغل عادي مع المكنه عادي بتاعتك، وبتكملي شغل وهيظبط معاكي ان شاء الله. تعالوا بقى نعمل بقيه الكميه بتاعتنا وهوريكم شكلها النهائي ان شاء الله. انا كده شكلت عندي، هنا اول صاج عندي اهو، هكمل بقى الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180. اول لما تشوفيه احمر معاكي من تحت، طبعا كل فرن حسب التاني يعني مختلف يعني في درجه الحراره، حاولي اهم حاجه ما تخلوش النار عاليه قوي عشان ما تحرقش منك، وما تبقاش هادي قوي برضو، يبقى درجه حراره 180 كويس. اول ما تشوفيه او على طول ياخد لون من تحت، اطفيه من تحت وشغلي الشوايه. لو عندك الاتنين بيشتغلوا مع بعض يبقى شغلي على 180 وشغلي المروحه، وهو هياخد معاكي وش من فوق ومن تحت مره واحده. راقبي فرنك وشوفي الايه حسب كل واحده ايه وفرنها زي ما قلنا. هدخله واوريكم بقى الشكل النهائي ان شاء الله. دي كده بقى الكميه بتاعتي من
الكيلو الدقيق اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين انا ما وزنتها بعد ما سويتها، طلعت معايا كيلو ونص بسكويت زي ما انتوا شايفينه كده، ولا احلى ولا اروع من كده. جميل، هش وجميل جدا زي بتاع المحلات بالظبط، ميختلفش عنه اي حاجة. شايفين؟ بالنسبة بقى للجزء البني ده انا عملته بالكاكاو، حطيت عليه في الاخر، سبت جزء حطيت عليه معلقتين كاكاو خام، وحطيت كمان معاهم معلقة سمنة، وبعدين شكلتهم عادي برضو في ماكينة البسكويت عادي بنفس الطريقة اهو. جميل خالص وجميل جميل جدا، شايفين؟ تحفة. ده غير بقى ان هي بقى عندي بقى هنا جزء اللي هو في الاخر اللي بيمشيش في المكنة ده، وعملته بقى بالاشكال دي. بقى انت ممكن تعمليه اي اشكال بقى انت والولاد في الاخر كده اهو. ده الجزء اللي في الاخر. وكل سنة وانتم طيبين، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي شير ولايك.